مدعومة بفرق من ولايات مجاورة لتعزيز جهود الإنقاذ. مراد مزوار. هكذا أصبحت الأحياء والضفاف المحاذية للوادي الذي يتوسط مدينة البيض بعد أن حلت بها الكارثة. التساقطات الغزيرة صاحبها كذلك وصول السيول الجارفة القادمة من الجهة الجنوبية. هذه جت فجائية على 6 العشية وقعت الكارثة، وجاتني شان الأمطار طوفانية جات. أول قرار بالنسبة للعائلات لليوم المنكوبة قررنا بأن نجمعوهم في مكان واحد، خدش هذه مدرسة وهذا تكنيكوم ومش عارف. احنا عندنا مقرات المصنع القديم للأحذية في الدخلة تاع البلاد، فيه دي هونغار كبار، ولكن فيه إدارة مكونة من بيروات، معناتها تكون العائلة في مكتب، ممكن عائلة تحط مكتب، وفيه شغل نوتيل، فيه بكري كان نوتيل تاع مبيت ولا دونك فيه مكاتب، فيه غرف خير من العائلة. دونك وإذا تحتم الأمر لجأنا الخيم عندنا ونحطوا الخيم لبرا. كل الطاقم الطبي، الطاقم الإداري، الطاقم شبه طبي كاع كانوا حاضرين وكانوا في الموعد، بما فيهم اللي كانوا في المناوبة ولا اللي كانوا خارج المناوبة اللي ما كانوش خدامين. الموارد المادية كذلك كاينة، كل شيء استعملناه من لي كوفرتير، من الأدوية، من كلش. الجهود تتركز على توفير التكفل اللازم الطبي والنفسي والاجتماعي للمتضررين من جراء هذه الحادثة الطبيعية المفاجئة، فيما تتواصل عملية البحث عن المفقودين.